السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. النهارده ان شاء الله هنعمل العيش الشامي ده بطريقه طريقه بسيطه جدا، ويطلع معاكي قابب كده. بس قبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. عندي كيلو دقيق، هحط عليه معلقه سكر، ذره ملح، بعد كده احط عليه كيس خميره، وهبدا كده اعجن. هبدا انزل ميه كده تدريجيا، ميه دافيه، وهبدا اعجن كده واحده واحده. معلش هنا في حتة اتقطعت من الفيديو، الخميرة وانا بحطها. وبعد كده هنزل بعد ما عجنتها شوية، هنزل بقطعتين زبدة. لو ما عندكيش زبدة ممكن تحطي 3 معالق زيت. وهبدأ اعجن فيها لحد ما العجينة كده تبقى طرية. هبدأ اغطيها بفوطة، وبعد كده هركنها على جنب لحد ما تخمر نص ساعة. وبعد كده هبدأ رشة كده، رشة دقيق على الرخامة، وهبدأ كده اكورها كور صغيرة. يعني الكيلو هيعمل معايا اكتر من مثلا 15 رغيف. لو انت عايزة تكبري ممكن تكبري. بصي، بس هو الحجم ده حلو. بس كده بعد ما عملناها هبدأ كده رشة دقيق بسيطة على رخام، وهبدأ افردها. وانت بتفردي ما ترفعهاش خالص، يعني خليها افرديها بالسمك اللي انت شايفاه ده، سمك 2 سنتي، وما تكونش كبيرة. انا على جنب هنا انا كنت حاطة طبق كبير، وحاطة عليه قماشة، فوطة. وبعد كده بنزل بحط عليها العيش اللي انا بفرده. بصي هنا كده فوطة كده على على الصينية او حاجة. وبعد كده هبدأ احط العيش واسيبه يريح لمدة نص ساعة، وبعد كده على درجة حرارة عالية. وهبدأ اسويه في الفرن. ممكن تعمليه في الفرن عادي، اللي هو الفرن البوتاجاز العادي يعني. بصي هنا بعد ما طلع، بصي شكله. هو انت اول ما تطلعيه غطيه، هيبقى طري جدا. بس انا مرضيتش اغطيه عشان تشوفوا كده ان هو طالع قابب ازاي. وانا كنت عايزاه ناشف صراحه، ما كنتش عايزاه طري. بس انت اول ما يطلع معاكي حطيه في بلاستيكيه او حاجه، وغطيه في فوطه، هيطلع معاكي طري جدا. بس شكله طالع لونه جميل قوي، وشكله حلو. افتح لك واحده من جوه تشوفيها، احلى من ان انت تشتريه من بره. بصي منظره تحفه بجد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.